ليه بنحلم بالأشخاص اللي بنفكر فيهم؟ هل حصل قبل كده إنك حلمت بحد كنت بتفكر فيه طول اليوم؟ ليه بيظهروا في أحلامنا؟ هل هم كمان بيفكروا فينا؟ خليني أقولك الحقيقة. علم النفس بيقول إن الأحلام انعكاس مباشر لعقلك الباطن. سيغموند فرويد كان شايف إن الحلم بيكشف رغباتك المكبوتة. يعني ممكن تكون عايز الشخص ده من غير ما تاخد بالك. كارل يونغ، عالم نفس تاني، قال إن الشخص اللي بتحلم بيه ممكن يكون رمز لحاجة أعمق جواك، مش مجرد حد بتحبه، لأ، ده ممكن يكون تمثيل لمشاعر أو أفكار مش محسوبة. طيب، من الناحية العلمية، هنا يجي دور عالم النوم الشهير ماثيو ووكر. الدراسات بتقول إن الدماغ أثناء النوم بيشتغل على إعادة ترتيب الذكريات والمشاعر اللي عشتها خلال اليوم. في جزء في دماغك اسمه الحصين مسؤول عن تخزين الذكريات. لما بتفكر في حد كتير، المعلومة دي بتتخزن، ولما تنام دماغك بيبدأ يعيد تشغيل الموقف بس بشكل حلم. 95% من الناس اللي بنحلم بيهم إحنا شفناهم قبل كده. يعني مفيش حاجة اسمها حلمنا بحد غريب تماماً. كل الوجوه مأخوذة من حياتنا اليومية، حتى لو من نظرة واحدة. والأجمل إن دماغك بيستخدم الأحلام كطريقة لمعالجة مشاعرك، زي ما لو بيعمل لك جلسة علاج نفسي وانت نايم، خصوصاً لو في مشاعر قوية تجاه الشخص اللي بتحلم بيه. بس استنى، ده ما يعنيش إن الشخص ده بيفكر فيك. الخبراء بيأكدوا أحلامك بتعكس عقلك انت، مش دماغ اللي قدامك. في الآخر، الحلم مش صدفة، لكنه رسالة من جوه عقلك بتكشف لك انت مين وبتفكر في مين وليه. فلو حلمت بحد، اسأل نفسك، ايه اللي مخلي عقلي ما يسيبوش؟